كلنا عارفين إننا مش هنعيش في الحياة غير مرة واحدة بس، ومش هتتكرر تاني. وبرغم من إن الحياة مليانة بالتحديات المختلفة اللي بتواجه كل واحد فينا بشكل يومي، إلا إنها برضه فيها فرص كتير جدا. فيا إما تستغل الفرص دي لصالحك، أو إنها تفوتك زي اللي قبلك. وخلي عندك يقين إن اللي أنت فيه دلوقتي أنت السبب الرئيسي فيه، مش حد تاني. حياتك كلها سواء المادية والنفسية وغيرها، مفيش متحكم وحيد فيها بعد ربنا غيرك. فلازم ما تخرجش من الحياة إلا لما تكون سبت بصمتك فيها، وما تسيبش نفسك وحياتك تمر كأنك ما كنتش موجود في يوم من الأيام. وانا هقولك على 3 اساسيات مهمة جدا تقدر من خلالها انك تغير حالك 180 درجة وتكون الشخص اللي انت بتتمناه فعلا. اول حاجة هي التخطيط. من اهم الاسباب الاساسية اللي بتوصل اي حد للهدف بتاعه هي انه عارف يخطط كويس جدا للهدف، زي امتى يبدأ وايه الحاجات اللي هيعملها عشان يوصل، وغيرها من الحاجات اللي هتساعده في انه يوصل للي هو عايزه. لانك من غير التخطيط الكويس بتكون مشتت بين كل الحاجات اللي عليك، سواء حاجات بسيطة او صعبة. فالتخطيط الكويس بيساعدك في انك تتجنب المشاكل والعقبات اللي هتحصل لك في حياتك، لانك بتكون عارفها قبل كده فبتتجنبها، وبتقدر تاخد القرار الصح وتميزه. وكمان بيساعدك في انك تدير الموارد اللي حواليك بشكل يكون في صالحك. فالتخطيط باختصار هو اسلوب حياة بيساعدك انك تاخد القرار الصح في الوقت الصح، واللي بيكون ليه تأثير على مستقبلك وحياتك الجاية كلها. تاني حاجة هو استثمار الوقت، والمقصود بده هو انك تكون المسيطر بشكل كامل على وقتك كله، سواء بتقضيه في عمل حاجات ضرورية او لا. فاستغلالك لكل لحظة في حياتك بطريقة كويسة بيكون ده هو الاستثمار الصح لوقتك وحياتك. وده بيكون بهدف تحقيق اهداف اضافية على اهدافك اللي انت حاططها قبل كده، والموازنة بين احتياجاتك الخاصة والنفسية وبين الاحتياجات الجسدية. ولازم تتعلم من خلال استثمارك لوقتك الالتزام بالمواعيد الخاصة بيك، وانك تتعلم تقول لا لأي حاجة بتشتتك عن الحاجات اللي المفروض بتعملها دلوقتي، وانك تحرص على كل ثانية في حياتك وما تضيعهاش في حاجة تندم عليها بعدين. الحاجة الثالثة انك تستفيد من تجارب الناس اللي نجحت قبلك. كل فشل او اخفاق في حاجة كنت بتعملها بيعلمك كتير جدا، اكتر من لو كنت نجحت فيها. وخليك على يقين ان الفشل ما هو الا خطوة من خطوات النجاح. فلو ما فشلتش يبقى انت ما اتعلمتش. لكن لو عايز تنجح من غير الفشل الكتير، فلازم تبص على التجارب بتاعت الناس اللي نجحوا قبلك، لانهم بيكونوا جربوا وفشلوا فتعلموا، وبعدين بتاخد انت المعلومة منهم على طول، فبتحصل على اكبر استفادة منه. الخلاصة: الحياة لا تخلو من التحديات والإخفاقات والفشل في حاجات كتير، فذكائك إنك تستغل التحديات دي والفشل ده وتخليه لصالحك انت، وتاخد أكبر استفادة منه عشان تفيدك في حياتك كلها. أنا معكم محمد صلاح. سلام عليكم.